السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن أحبتي قبل أن نبدأ الفيديو نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات اللي جاوبوا إجابات صحيحة عن المسابقة اللي فاتت. تعالوا مع بعض الأول نشوف المسابقة كانت إيه وإيه هي إجاباتها الصحيحة. مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن 3 أسئلة اختيار من متعدد، وانتوا عارفين الأسئلة بتاعتنا مستواها مرتفع قليلا، فيا ريت واحنا بنحل ان شاء الله المسابقة بتاعت النهارده اللي موجودة في آخر الفيديو نركز كده ونهدى ونفكر كويس في الأسئلة. أول سؤال عندنا، خلي بالكم معانا كلنا، الناس اللي جاوبت واللي ما جاوبتش تخلي بالها معايا علشان تستفيد، لأن ممكن تجي لنا تريكات في الامتحانات. AI stands space artificial intelligence. طبعا ترمز الى، يبقى stands for، يرمز الى stands for اللي هو الاختصار AI. I would like الاستراكشر ده كده على بعضه I would like بيجي دايما بعديه to زائد المصدر يبقى to play. try السؤال ده للاسف في ناس اخطأت فيه كتير. try يعني معناها جرب، هنا مش معناها يحاول، هنا بيقول له جرب انك تاكل في هذا المطعم. لما اكون قاصد اني اخد المعنى بتاع جرب من كلمه تراي مش حاول، هنا انا عايز اقول له جرب الاكل في هذا المطعم، الاكل بتاعهم لذيذ، يبقى على طول احط بعد تراي ING، يبقى try eating in this restaurant their food is delicious، عشان في ناس مجاوبها try to eat. تعالوا مع بعض ندخل لوحة الشرف للقناة ونكرم أبطالنا أبطال القناة. معتز منصور الزقازيق، أسماء فوزي المنصورة، شيرين علاء الجيزة، لبنى طارق القاهرة، فاطمة محمد الزقازيق، محمد أنور أسوان، كارمن عماد سوهاج، عائشة علي أسيوط. فيديو النهارده يا احبتي زي ما انا قلت هو فيديو هام للصف الاول الاعدادي، هو عباره عن امتحان رقم 2 على الوحده الاولى، الامتحان الثاني على الوحده الاولى. ان شاء الله هسيب لكم الامتحان الاول اسفل الفيديو. ما تنسوش ميعادنا الاسبوعي كل يوم سبت وثلاث، انتظرونا ان شاء الله كل يوم سبت وثلاث مساء باذن الله، اما مع فيديو ريكوردد مسجل زي اللي احنا بنعرضه ده، او هيكون بث مباشر باذن الله. اتمنى ان شاء الله ان الامتحان يعجبكم. تعالوا مع بعض ندخل على اول سؤال عندنا في امتحاننا. ما تنسوش في عندنا مسابقه في نهايه الفيديو ده، يا ريت الكل يدخل ويجاوب عليها. شادي and بلال are talking about doing sports. دي محادثه فيها 5 فراغات، عندنا 3 اجابات وسؤالين. طبعا علشان تجاوب عن كل حاجه لازم الاول تقرا المحادثه من الاول للاخر. شادي and بلال are talking about doing sports. شادي وبلال بيتكلموا عن ممارسة الرياضة. شادي بيقول له هاي بلال، did you do sports last summer؟ هل مارست الرياضة الصيف الماضي؟ ده سؤال بديد عادي سهل جدا، هنجاوب بيس I did، تمام، أو no I didn't. طبعا أنا هجاوب هنا بيس لأنه بيسأله تحت بيقول له ما نوع الرياضة اللي أنت مارستها، يبقى yes I did. What kind of sport did you do؟ ما نوع الرياضة اللي أنت مارستها؟ طبعا مش هيجاوب اي رياضه والسلام، هيجاوب يقول انا ما لعبت مثلا كره قدم. خلي بالك ليه بقى؟ عشان تحت بيقول له I played football 4 times a week. طالما جاوب قال له هنا فوتبول يبقى هنقول I played football في الماضي، خلي بالك لانه بيسالني في الماضي what kind of sports او sport did you play، طالما حاطط did هنا يبقى الجمله ماضي. رقم 3 شادي بيسال سؤال فقال له I played football 4 times a week. الله الله الله، عندي 4 times a week يعني 4 مرات في الاسبوع، يبقى انا هسال بايه؟ بكم مره. برافو، كم مره يعني ايه بقى؟ ايوه سامع ناس شاطره بتقول how often. خلاص هنحط الاداه الاستفهام how often وبعدها الفعل المساعد. تعالوا نبص كده تحت، مش هتلاقي عندك فعل مساعد، ولا هتلاقي am ولا is ولا are ولا was ولا were ولا do ولا does ولا did ولا have ولا has ولا can ولا could ولا shall ولا should ولا may ولا might ولا must. كل دي بسميها الافعال المساعده او الافعال الناقصه. طالما ما لقيتش حاجه منهم على طول هبص للجمله هلاقيها جمله ماضي I played، هحط ايه؟ ايوه did، يبقى how often، احنا قلنا ايه؟ قلنا how often كم مره. did عشان الجمله ماضي، والفاعل بقى ثالث خانه عندي هحطها الفاعل I، بس مش هنزلها I هنزلها you. how often did you play football؟ كم مره لعبت كره قدم؟ طيب في رقم 4 بيسال سؤال تاني قال له in sports club، في نادي رياضي، يبقى اكيد اين لعبت كره القدم؟ where
صح؟ ولعبت في الماضي يبقى احط لها did زي ما قلنا علشان did بتاعت الماضي. يبقى where did. وانت where did you play football. Who did you play with؟ مين اللي انت لعبت معاه؟ يلا يا شباب نفكر. with my friends. I played with my friends. هنشوف السؤال اللي بعد كده بالشكل ده. عندنا فراغات وعندنا كلمات فوق. المطلوب مني ان انا املأ الفراغات بالكلمات اللي فوق. Egypt is a very old and great country. مصر هي بلد قديمة وبلد عظيمة. يوجد many space in Egypt. يلا نفكر يا شباب. many أيوة monuments. يوجد الكثير من الآثار في مصر. If you visit أسوان لو أنت هتزور أسوان you will see space and statues. لو أنت هتزور أسوان يبقى هتشوف إيه؟ أيوة temples. سامع ناس شاطرة بتجاوب معايا. I spaced to أسوان last year. أيوة I traveled. خلي بالك أنا قلت traveled في الماضي ليه؟ علشان last year يبقى الجملة ماضي. I saw many interesting things. The most interesting thing was an space. The most important thing was an space which was a tall monument اللي كانت عبارة عن أثر طويل with a top لها قمة that's usually in the shape of a pyramid على شكل إيه؟ هرم. كانت أيوة obelisk. obelisk اللي هي إيه يا شباب؟ أيوة المسلة. obelisk يعني مسلة. السؤال اللي بعد كده سؤال الاختياري. تعالوا نفكر مع بعض كل جزئية. أو an space is a model of a person. هو نموذج لشخص. animal or object. يعني ايه object يا شباب؟ أيوة شيء. sometimes made of stone وأحيانا بيكون مصنوع من الستون اللي هي الأحجار. طيب يلا نفكر كده مع بعض. أيوة statue تمثال. statue معناها تمثال. We know about ancient Egyptians from their writing on the space of temples. بنعرف عن مصر القديمة أو القدماء المصريين من الكتابة اللي على إيه بتاعة المعابد. أيوة على جدران المعابد. برافو walls. I don't know the space for this math problem. أنا مش عارف الحل بتاع مسألة الحساب دي. خلي بالك هنا problem ممكن تجيب معنا مشكلة أو حل. Can you help me؟ يلا أنا مش عارف الحل. أيوة solution. solution معناها حل. طيب situation. situation بمعنى موقف. موقف الإنسان بيمر به مثلا. pollution التلوث. opinion الرأي. What forms of space do you use؟ قال له I use my mobile phone, tablet and laptop. يبقى what forms ما أشكال التكنولوجيا. أيوة technology. The suffix a turns يحول the word help كلمة help into an adjective إلى صفة. أيوة full. يبقى هنقول إيه؟ help يساعد هنخليها helpful يعني متعاون صفة. In the past في الماضي they space horses and camels to travel. طبعا in the past هنا بتتكلم في ال past simple tense. يبقى they used رقم A. they used. ننتقل إلى السؤال السابع. She didn't write or space a story yesterday. أنا شايف yesterday هنا هنجيب الماضي. هنجيب المصدر. هو خلي بالك الماضي شبه المصدر. في بيقول لك didn't write or طالما or موجودة أو يبقى ليه تاخد نفس الإيه write or إيه or read في المصدر. يبقى didn't موجودة دائما يأتي بعدها الفعل في المصدر. في بينهم رابط اللي هو or أو على طول برضو بجيبه في المصدر. سامي never spaced chess when he was 8. عندما كان عنده 8 سنين. لاحظ معايا ان الاستراكشر ده كده بيعبر عن الايه؟ ايوه عن الباست سيمبل الماضي البسيط. عندما كان في الثامنة يبقى احط ماضي بسيط على طول اللي هو played. طب never اللي انا دخلتها دي ما بتغيرش الفعل المصدره او اقول لك لا. لو didn't كنا رجعنا الفعل المصدر. What space you buy at the market last week؟ خلي بالك you buy. ايوه في عندي فعل في المصدر والجمله ماضي last week. تمام يبقى what did you travel to Luxor؟ رد عليه قال له no I space traveled there.
طيب يلا نفكر مع بعض. بيقول له لا أنا، يبقى I never traveled there. سؤال تصويب ما بين القوسين I space وجايب لي see this film 4 times last week. خلي بالك في last week يبقى جملة past simple، يبقى I saw الماضي من see saw أو التصريف الثاني منها. He جايب لي often was nervous but now he is calm. يلا نفكر يا جماعة في الحتة دي لأن الحتة دي حلوة وكويسة وبتعرفنا على قاعدة اللي هي قاعدة ترتيب الادفيربس of frequency في الجملة. فين بنحط الادفيربس اوف فريكوينسي؟ ايوه شايفين often اهي ظرف تكراري موجود عندنا في الجمله. ما يجيش قبل was او were، لازم was او were تيجي الاول وهو يجي بعدها، يبقى هنحط was often. هو ده الصح. يبقى دايما يا جماعه الظرف التكراري بيجي بعد verb to be على طول، بعد verb to be. وده على فكره هو الفعل الوحيد اللي بيقدر على الاظرف التكراريه وبيجي قبلها، لكن اي فعل تاني هي الظرف التكراري بيقدر عليه وبيجي قبله. يبقى was aware لو الجمله past و am و is و are لو الجمله present او مضارع. خلاص احنا عارفين تصريف الverb to be am و is و are في البريزنت، was و were في الباست. طيب يبقى احنا كده was often عشان the verb to be، لكن لو اي فعل تاني go run eat help على طول بنقول often go often help. هنحط الاول الظرف التكراري ثم الفعل العادي. علي didn't، لا دي سهله دي. كل ايوه تمام، تبقى هنرجع الفعل لمصدره، مصدر wore where يرتدي. ابراهيم happy when he dad bought him up، عندما والده اشترى له عجله. عندما وجاي بعدها ماضي يبقى اكيد هنجيب دي ماضي. الماضي من is yes was. how often كم مره؟ جايب لي do you practice football last year. خلي بالك في عندي last year العام الماضي، يبقى على طول احط did كفعل مساعد. how often did you practice football؟ كم مره ما مارست كره القدم العام الماضي. ننتقل الى السؤال اللي بعد كده، والسؤال الاخير عندنا بالمناسبه هو سؤال الباراجراف. عايزني اكتب من 80 ل 90 كلمه عن an ancient place you visited، مكان اثري انت زرته. الباراجراف ده من الباراجرافات المهمه جدا اللي وردت في الوحده. تعالوا نشوف كده الباراجراف اللي انا جايبه لكم هو ده. تمام، اول حاجه بنصحكم بيها انك تسيب فراغ صغير قد كلمه كده في اول سطر، تسيب فراغ زي اللي انا سايبه كده في اول سطر، دي حته مهمه جدا. ونبدا كل جمله بحرف كابيتال ونختمها بفول ستوب. كل جمله نبداها بحرف كبير ونختمها بفول ستوب، دي حته مهمه جدا يا شباب. طبعا نحافظ على السبيلنج سليم ونحافظ على الجرامر يكون سليم. فيرست في عندي جملتين افتتاحيتين ينفع يتركبوا في بدايه اي باراجراف. تعالوا اعرفكم على الجملتين دول. first of all، اولا I think this topic is very important. انا اعتقد ان هذا الموضوع مهم جدا. فول ستوب اهي، هبدا جمله جديده يبقى ابداها بحرف كابيتال. in this paragraph، في هذا الباراجراف I am going to write about، انا ساكتب عن، خلي بالك write about ساكتب عن. احط بعد كلمه about دي اللي هو ده الجمله الافتتاحيه الثانيه، احط بعد كلمه about عنوان الباراجراف اللي عندي. الباراجراف اللي عندي an ancient place you visited، يبقى هكتب عن an ancient place I visited. خلي بالك بحول ضمير الفاعل you الى ضمير الفاعل I. تمام، انا هتكلم عن مكان اثري انا زرته. I once، انا ذات مره visited a very old place with amazing things. انا زرت مكان قديم جدا به الكثير من الاشياء المدهشه. It was a temple in أسوان، لقد كان معبدا في أسوان. It was very old، كان قديم جدا. as it was about 3000 years old، لأنه كان حوالي 3000 عمره 3000 سنة. There was a tall monument، كان في أثر طويل made of stone، مصنوع من الأحجار، called an obelisk. called an obelisk قلنا إن هي المسلة. and a big statue، كان في تمثال كبير of a person، لشخص. These were many monuments، هذه كانت الكثير من الآثار from a long time ago، من وقت طويل جدا. The temple was very special، المعبد كان مميز جدا. and lots of people، والكثير من الناس
came to see it جاءوا ليزوروه. I took many photos أنا التقطت الكثير من الصور to remember this amazing place لكي أتذكر هذا المكان المدهش. I would like to go there again أنا أرغب في أن أذهب إلى هناك مرة أخرى. كده نكون خلصنا امتحاننا. ما تنسوش لايك للفيديو، دعم لينا ودعم للقناة، وكلمة شكر منكم لينا هي اللايك اللي انت بتضعها للفيديو. تعالوا مع بعض ندخل على الكويز بتاعنا اللي انا عارف ان في ناس مستنياه مسابقة النهاردة، وهي عبارة عن 3 أسئلة اختيار من متعدد. أول سؤال عندي I space at the park yesterday. I didn't, I never, wasn't, don't. When my parents are away, I look space my little sister. For, after, of, before. My village is space the east bank of the river. At, in, of, on. أتمنى إن شاء الله إن كل أصدقائنا أصدقاء القناة يوفقوا في الإجابة عن ال3 أسئلة معا. ما تنسوش كتابة الاسم والمنطقة اللي انتم منها، وانتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم فيديو التكريم. هنكرم كل اللي هيجاوبوا صح عن الكويز ده. وحتى حينها أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.